لتاني مرة بنك مصر يقرر تخفيض الفايدة عنده رغم ان البنك المركزي في اخر اجتماع ثبت الفايدة. فتعالوا بقى نقول لكم بنك مصر المرة دي خفض الفايدة على ايه، ونتكلم عن كل التفاصيل الجديدة. فتابعونا بقى للاخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. والتاني مره زي ما قلنا في مقدمه الحلقه، بنك مصر قرر ان هو يخفض الفايده عنده. اول مره يا جماعه في الحلقه اللي قدام حضرتك دي كان بنك مصر خفض الفايده على الحساب اليومي اللي هو حساب سوبر كاش جاري، او اللي كان اسمه قبل كده الحساب الجاري ذو العائد اليومي. خفض الفايده عليه 2% على اول شريحتين، وزود الفايده 2% على الحساب التاني اللي هو سوبر كاش ولكن توفير اللي هو بيدي فايده شهريه. فعمل حركه كده، قلل على الحسابات اليوميه وزود الحسابات الشهريه. المرة دي بنك مصر تقريبا عمل نفس الحركة، خفض الفايدة على الحساب الجاري اللي هو بيدي فايدة يومية ولكن في الفروع الإسلامية، حساب كنانة بلس. خلونا نقول لكم كل تفاصيل الحساب الجديدة وإيه اللي اتغير فيه. خلينا ناخد الحساب واحدة واحدة كده عشان اللي مش عارفه أو مش فاكر تفاصيله، وإحنا ماشيين نقولك إيه اللي اتغير في الحساب بالظبط. الحساب ده زي ما قلنا اسمه حساب كنانة بلس ذو العائد اليومي بالجنيه المصري، موجود في الفروع الإسلامية فقط، بنك مصر الإسلامي. لو عجبك الحساب ده في الحلقة دي أو شفته قبل كده وحابب تروح تفتحه، لازم تروح فرع إسلامي لأنه مش موجود في الفروع العادية. الحساب ده الحد الأدنى لفتحه 50,000 جنيه، وأيضا الحد الأدنى لاحتساب العائد عليه هو 50,000 جنيه. ولو رصيدك في الحساب قل عن 50,000 جنيه ما بيحسبش لحضرتك عائد. والحساب ده دورية صرف العائد ليه يومي، زي ما قلنا بيحسب لحضرتك الفايدة كل يوم وبتنزل في حساب حضرتك كل يوم. الحساب ده مقسم لشرايح، وأول شريحة فيه من 50,000 لحد 100,000 جنيه العائد عليها دلوقتي بقى 16.5%. قبل كده كان 18.5%. فبنك مصر خفض أول شريحة 2%. تاني شريحة على الحساب ده أكتر من 100,000 جنيه لحد 500,000 جنيه العائد عليها دلوقتي حاليا أصبح 16.75%. برضو بنك مصر خفض الفايدة على الشريحة دي 2%. قبل كده كانت 19.75%، دلوقتي بقت 16.75%. فأيضا خفض الفايدة عليها زي ما لسه قايلين 2%. فكده يعتبر عمل نفس اللي عمله في الحساب الجاري ذو العائد اليومي او سوبر كاش جاري اللي في الفروع العاديه. طيب خفض تاني على الشرايح اللي بعد كده ولا لا في حساب كنانة بلس؟ خلينا اقول لك ان الشريحه اللي بعد كده اكتر من 500,000 لحد اقل من مليون جنيه العائد عليها زي ما هو 19%. فما حصلش اي تغيير عليها. وبقيه الشرايح برضو يا جماعه ما حصلش اي تغيير عليها، ولكن هنقولها مع حضراتكم على السريع كده. الشريحة الرابعة من مليون جنيه لأقل من 2 مليون جنيه العائد عليها 19.5%. الشريحة اللي بعد كده من 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه العائد عليها 20%. والشريحة اللي بعد كده من 10 مليون جنيه لأقل من 30 مليون جنيه 20.5%. والشريحة قبل الأخيرة من 30 مليون لأقل من 100 مليون العائد 22%. واخر شريحة من 100 مليون واكتر العائد عليها لسه زي ما هو 22.5%. فكده تقريبا في اتجاه شوية في بنك مصر ان هو يقلل الفايدة شوية على الحسابات اللي بتدي فايدة يومية بتنزل لك في حسابك كل يوم. طبعا الحسابات دي احنا كنا نصحنا بيها خلال الفترة الأخيرة لما الفايدة زادت عليها سواء في بنك مصر أو في البنوك التانية، ولكن كان بنك مصر مشددين عليه شوية ومتكين عليه شوية وقايلين إن هو كويس جدا، لأن الحسابات دي سواء كنانة بلس أو سوبر كاش جاري أو الحسابات التانية دي كلها في بنك مصر اللي بتدي فايدة يومية كانت مميزة جدا. فطبعا أكيد حصل عليها إقبال شديد. وطبعا زي ما اتكلمنا في اكتر من حلقه قبل كده ان كل ما يحصل تثبيت للفايده ومعدلات التضخم بتقل والدنيا بتهدى شويه هتلاقي اغلب البنوك بتبتدي تخفض الفايده عندها سواء على الشهادات او على حسابات التوفير اللي الفايده عاليه، على حسب كل بنك بقى يشوف هيخفض ايه او ايه اللي متحمله بزياده ويخفض الفايده عليه.
فده اللي بيحصل في بنك مصر، وزي ما حصل في كيو ان بي وخفض الفايده على الشهادات، وحصل في السي اي بي وخفض الفايده على الشهادات، فده اللي بيحصل في البنوك. فاحنا بنحاول نوافق حضراتكم بكل جديد عشان تبقى عارف ايه اللي بيدور حواليك، وتبقى متوقع مثلا ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه من بنك ما، ده ممكن يحصل كذا، لا ده ممكن ما يحصلش كذا، تبقى مرتب امورك وعارف ايه اللي بيحصل. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه لا تعجب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.